يا مساء الفل على الناس الكل، طبت اوقاتكم انما كنتم. احمد بدر يحييكم ويمس عليكم. الاهلي يتوج باللقب ال11 في تاريخه من بطوله دوري ابطال افريقيا. الشامبيونز ليج الافريقي اصبح حصريا في الجزيره من كازابلانكا. الاهلي يقضي على كل احلام الوداد وعلى كل متابعي الفرقه المغربيه على الاراضي المغربيه بكازابلانكا من استاد مركب محمد الخامس علشان يتوج باللقب ال11 اللي بات مطلب جماهيري لكل عشاق النادي القاهري، النادي الاهلي المصري. فرحتنا لا توصف باللقب ال11 اللي جه بعد شقة علشان يزيد من حماس كل الفرق المجاورة للنادي الأهلي والمنافسة ليه. ازاي الأهلي في كوكب تاني واحنا عايشين في كوكب تاني. الأهلي أصبح زعيم القارة السمراء بكل جدارة، كينج القارة. قول زي ما انت عايز تقول، بعبع القارة، سلطان زمانه ويحكم بأحكامه. أي لقب تقدر تقوله على النادي الأهلي جاية معاه، مفيش مشكلة بالنسبة له طالما هو المهيمن على القارة بكل ألقابها. 11 لقب مخلدين في تاريخ النادي الأهلي، لا أحد ينافسه في القارة السمراء على بطولة دوري أبطال أفريقيا، فهي الأميرة المستحبة بالنسبة له اللي دايما كل سنة بيبحث عنها. والسنة دي يقتنص اللقب من الوداد من كازابلانكا وعلى استاد مركب محمد الخامس علشان خاطر يحتفل الأهلي الاحتفال الكبير المدوي باللقب ال11، وفرحة جماهيره لا توصف أبدا من هذا اللقب. فإليكم يا سادة تفاصيل نهائي البطولة الإفريقية بين الأهلي المصري والوداد المغربي، والبطولة النارية اللي توج بها الأهلي أخيرا. فلو مش متابعني فايتك كتير وكتير، فدلوقتي تنزل تضغط لايك وتعمل سبسكرايب عشان تشوف حلقاتنا اللي جاية، وتعالى معايا أحكي لك تفاصيل نهائي دوري أبطال أفريقيا والبطولة ال11 بتوقيت النادي الأهلي. فيلا بينا نبدأ. اهلا وسهلا بحضراتكم مره ثانيه. ال11 بتوقيت النادي الاهلي، ال11 بالفعل دقت اجراسها ما بين جدران الجزيره، ما بين جدران النادي الاهلي علشان يتوج باللقب ال11 ليبتعد عن اقرب منافسيه سواء نادي الزمالك او غيره. لقب غالي كبير جدا على كل الاهلاويه. ومش بس كده، بمجرد وصول لعيبه النادي الاهلي من المغرب لمطار القاهره الاحتفال عارم في النادي الاهلي والكل يطالب بالبطوله ال12. خلينا ناخد نفسنا بس كده يا جماعه ونحتفل بال11 كده ونروق على نفسنا بيها، وبعد كده نشوف ال12 جايه ان شاء الله. ما تقلقوش، كل انديه العالم تبارك للنادي الاهلي على اللقب ال11 واحتفال جماهيره باللقب ال11، من اولهم مانشستر سيتي. عمنا الاهلي اهلا بيك معانا في السعوديه، ومونديال الانديه مستنينا. بايرن ميونخ الالماني مشرفنا في القاره الافريقيه، كل التهاني وكل الامنيات ليك يا زعيم القاره السمراء. اتحاد جده السعودي مستنينك يا اهلي في السعوديه في مونديال الانديه، تنورنا بكل سلامه. كل أندية العالم فرحت للنادي الأهلي بحصول على اللقب ال11 والكل بارك له والكل بيتمنى له التوفيق. حاله حال جماهيره في القاهرة. اللقب ال11 قصة غالية، قصة وحدوتة ورواية وسيناريو غالي جدا منذ بداية المشوار. كل أهلاوي متذكر بالظبط البطولة دي والنسخة دي بالتحديد والسيناريوهات اللي حصلت في هذه البطولة، والكل كان يقول لك الأهلي خارج البطولة حتى لو عدى دور المجموعات، كبير كمان ماتش وهيخرج من البطولة. ولكن الأهلي هو ريال مدريد القارة السمراء. ركلة جزاء أطهر الطاهر هي إعادة الروح بالنسبة للنادي الأهلي عندما أهدر أمام صن داونز، ولو كان سجلها أطهر الطاهر كان الهلال السوداني وصن داونز قدروا إن هم يصعدوا، ولكن يشاء القدر والحمد لله بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن أطهر الطاهر يهدر ركلة الجزاء ويصدها حارس صن داونز علشان خاطر هم كمان الاثنين دول يهني النادي الأهلي بفوزه بالبطولة. سواء حارس صن داونز اللي هو يقول لك والله فرحنا إن الأهلي خد البطولة عشان خاطر ابننا بيرسي تاو، واطهر الطاهر يقول لك ما تنسوش يا جماعه ان انا كنت السبب في صعودكم وان انتوا تتوجوا بالبطوله، عايز ميداليه لو سمحتوا. والله ما نبخل عليك يا عم اطهر، احلى ميداليه تجيلك لغايه السودان. ركلة الجزاء دي ادت انطباع قوي جدا ان البطولة تنادي الاهلي. ركلة جزاء في وقت قاتل، لو كان الهلال بالفعل احرزها كان الاهلي خارج البطولة رغم ان كان فاز على القطن الكاميروني، ولكن فوز لا يشفع له لان الهلال وصن داونز كانوا هم فارقين عن النادي الاهلي وكانوا يصعدوا لدور الثمانية. ولكن زي ما بيقولوا ان الاهلي في دوري الابطال هو ريال مدريد افريقيا. عدي الاهلي لدور المجموعات وبعد كده هتشوف منه نسخة غير عادية، هتلاقيه بينافس على اللقب، بيوصل للنهائي
فلك يا عزيزي انك تتخيل ان الاهلي في اخر 4 سنوات يوصل للنهائي 3 مرات. ارقام وتاريخ وارشيف الاهلي بيدون على جدران القاره السمراء، حقيقي هو وحده هو المسيطر على كل القاب القاره. كل المحللين والنقاد وكل الاراء الرياضيه تجتمع على ان الاهلي هو السلطان زمانه ويحكم باحكامه داخل القاره السمراء. هو وحده ريال مدريد القاره السمراء، هو وحده وحش افريقيا وبعبع القاره السمراء. هو الوحيد اللي يقدر يقلب الطاوله على اي فريق داخل القاره الافريقيه وان هو يفوز باللقب وان هو يحرزه رغم كل الصعوبات اللي ممكن يمر بيها ورغم كل المساوئ اللي انتابت الفريق في الفتره الاخيره. الاهلي والوداد سيناريو غير عادي. الاهلي يقدر ان هو يفوز في القاهره بهدفين مقابل هدف. هدفين مقابل هدف هي نتيجه غير مطمئنه بالمره، هي نتيجه انك فايز ولكن برضو بيبقى عندك التخوف اللي انت لسه هتلعب المباراه اللي بعد كده على ارض الخصم كمان. فهي نتيجه ترسم انطباع القلق على وجوه كل الاهلاويه وترسم بعض الشيء من الراحه على وجوه كل الوداديه وكل عشاق فريق الوداد المغربي. وحقيقي بعد الماتش ما خلص فرحه الوداد كانت كبيره اكنهم هم فازوا بالمباراه، ولكن لا تامن غدر الاهلي فاياك ان تامن ان الاهلي خلاص قد استسلم او الاهلي خلاص خرج منهزما. فعليك ان لا تامن للاهلي حتى صافره النهايه. نروح نشوف ماتش كازابلانكا وماتش العوده وهو مثير جدا للغايه في احداثه وكواليسه. بدايه القصيده كفر زي ما بيقولوا، وان يعين الاتحاد الافريقي ببلا ابتسامه للحكم الاثيوبي حكما لهذه اللقاء. الكل قال لك خلاص بصوا هم بيحاولوا ان هم يقفلوا البطوله باي شكل كان علشان خاطر يدوها للوداد عشان يفوز بيها للمره الثانيه على التوالي. وبالمناسبه الوداد واخدها 3 مرات قبل كده، واخدها مرتين قبل كده من الاهلي 2017 و2021. فكفايه عليك كده يا عم الوداد، ده احنا كده كارمينك اخر كرم، ما حصلتش ولا حصلت مع حد قبل كده. وطبعا احنا عارفين النسختين عدوا ازاي، وبلاش نحكي ونتكلم في الماضي، خلينا اولاد الحاضر. فالاهلي قال لك بلاش ان انا اتكلم كتير عن الحكم علشان خاطر ما سيرش تعنت منه واسيب المباراه تمشي واخليها على الله واشوف ظروفي في المباراه هتبقى ايه. الوداد طبعا نزل بدايه المباراه ضاغط وعمال بيحاول على المرمى. الاهلي بيحاول بقدر الامكان ان هو يكون له شكل وله اداء، ولكن مثل هذه المباراه لا تلعب وانما تكسب. وقاعده هي عامه ومعروفه، النهائيات لا تلعب ولكنها تكسب. وبالفعل قبل نهايه الشوط الاولاني بحوالي ربع ساعه او 10 دقائق قدر الفريق الوداد ان هو يحرز هدف بنفس توقيت الاهلي في احرازه الهدف في مباراه الذهاب. طبعا كل الحماس خلاص بقى يصب في مصلحه الوداد، وان الاهلي لو ما حاولش ان هو يتمالك نفسه وان هو يعمل اتزان لمنطقه الملعب هتضيع البطوله من ايديه. الشوط الثاني الوداد ضاغط والاهلي برضه بيحاول يلعب، ولكن مستر كولر حاول ان هو بقدر الامكان انه يدير المباراه بعقليه شديده. انا رغم اختلافي مع كولر في بعض القرارات الا انه اثبت للجميع انه على قراءه جيده وممتازه جدا لارضيه الملعب، وان هو يقدر يقرا الخصم بشكل كويس جدا. وده اللي شفناه في مباراه العوده. كانت اول قراراته استبعاد مصطفى شوبير، اوفى الكره المصريه حارس واعد وهيكون ليه شكل كبير جدا مع النادي الاهلي لو خد الفرصه، وهو حارس الكل يتنبأ له بمستقبل مبهر. لعب ماتش الذهاب رغم ان هو بعيد عن التشكيل الاساسي وخارج التشكيل الاساسي، واثبت للجميع ان هو حارس مطمئن لو خد الفرصه هيكون له شكل كبير جدا ومؤثر مع النادي الاهلي. فابن الوز عوام غني عن التعريف. لكن كلنا صدمنا من مباراه العوده ان كولر خرجه بره التشكيله وبره السكواد خالص، وقال لك انا في المباراه ديت محتاج عنصر الخبره على عنصر الشباب او الحماس. وحقيقي وجهه نظره كانت صائبه، هو بالفعل صاحب القرار وهو المسؤول عنه وبالفعل نجح في المهم. مباراه زي كده بالفعل عايزه عنصر الخبره، وده اللي شفناه في محمد الشناوي وتالقه الغير عادي في هذه المباراه. هدف الوداد اللي جاي في الشوط الاول قررت هذه الكره 3 مرات، اول مرتين نجح الشناوي ان هو يتصدى ليهم، والكره الثالثه للاسف عدت ودخلت المرمى. لكن اصرار وعزيمه لعيبه النادي الاهلي وان هم مصممين على البطوله وان هو اللقب ال11 لا غنى عنه ما بين جدران القلعه الحمراء، هو كان الدافع القوي ان هم يصمدوا امام الوداد وان هم يتعادلوا في هذه المباراه ويسجلوا هدف عن طريق محمد عبد المنعم من ضربه راس ممتازه ولا اجمل منها ولا اروع منها. هدف غالي من عبد المنعم، هدف تكرر في اكتر من كوره وخاصه ما بين الثنائي علي معلول ملك الحلول ومحمد عبد المنعم. فعلي معلول في هذه البطوله قدر ان هو يصنع 6 اهداف، رقم قياسي لعلولو الظهير الايسر للنادي الاهلي، مشرف الكره التونسيه على الاراضي المصريه والافريقيه بصفه عامه. هدف الاهلي اللي جه ما جاش غير بعد حاجه كولر عملها، وهو ان ازاي يستحوذ على نص الملعب، لان كلنا شفنا المباراه خارجه من النادي الاهلي ومفيش تمالك للكره ومفيش كنترول في نص الملعب، مفيش الدينامو المحرك والبلاي ميكر اللي هو يشغل الدنيا. فكولر عمل بعض التغييرات ادت الحماس وادت الدافع للنادي الاهلي ان يكون عنده رغبه في تحقيق هدف
وان هو يستحوذ على المباراه بشكل افضل من كده. وبالفعل شفنا ان هو نزل عبد القادر ونزل مجدي قفشه ونزل كمان في الخط الهجومي محمد شريف. قدرت ان هي ترجع للنادي الاهلي هيبته في الملعب، وده الحل الوحيد اللي كان قدام كولر مفيش غيره ان هو يعمله. كلنا عارفين ان قفشه بعيد جدا عن المباريات وكولر مستبعده في الفتره الاخيره من التشكيل الاساسي، ولكن الولد مؤثر، واعتقد قفشه لو خد فرصه زي فرصه بيرسي تاو هيكون له شكل كبير جدا في الملعب. قفشه ولد ممتاز جدا، ولكن ينقصه بعض الشيء وهو اللعب للامام واللعب بشكل اسرع والكرات الطوليه اللي هي دايما تكون حاسمه في المباريات الكبيره زي مباراه الوداد والاهلي. كذلك عبد القادر ولد مهاري، يقدر ان هو يستحوذ على الكره، يقدر ان هو يهد لك الخصوم في الناحيه الدفاعيه، يقدر يعمل لك شكل كبير جدا للنادي الاهلي على الناحيه الهجوميه. كذلك نزول عمرو السوليه ايضا ان هو يقدر يقفل الى حد ما الناحيه الدفاعيه، خاصه بعد احراز الاهلي للهدف. في دي ابرز الورقات اللي هو رماها كولر وقدرت ان هي تاتي ثمارها وتجني ثمارها بالنسبه للنادي الاهلي. فطبعا بعد احراز الاهلي ليه هدف التعديل وهدف التعادل، خلاص اصبح ان الوداد خارج البطوله، وان خلاص البطوله بتضيع من ايديه على ارضه وعلى ملعبه وسط جمهوره. فازاي ده يحصل؟ فبدا يتخذ الشكل الهجومي، وبدا ان هو يغامر ويروح على مرمى النادي الاهلي، والخط الدفاعي شوارع وميادين مفتوحه، يقدر الاهلي ان هو يقدر يسجل كمان جون واثنين. ولكن للاسف ان الاهلي ما استغلش الفرصه ديت، ولكن الحمد لله على كل حال نكتفي بالتعادل، ورغم ان التعادل هيتوجنا بالبطوله فاحنا مش عايزين اكتر من تتويج الاهلي بالبطوله. شفنا محمد شريف راح في اكتر من كره، ولكن انا بقيت في ذهول ان شريف مش قادر يجري رغم ان هو لعب ما في المباراه كلها على بعضها حوالي ربع ساعه او 10 دقائق. ازاي انت يا شريف لسه نازل في هذه المباراه وان الخصم اللي قدامك خلاص استنفذت كل طاقته وانت مش قادر تجريه وان انت قادر تجري؟ وشفناه انفرد بالجون اكتر من مره، ولكن لم يقدر ان هو يسجل واكتفى بالتعادل في هذه المباراه. مش حابب ان انا الوم اي حد في هذه المباراه، خلي فرحتنا فرحه اللي هي التتويج بالبطوله، خلي فرحتنا تكبر، وان احنا دايما نكون فرحانين ومبسوطين لنادينا، وان الاهلي يتوج باللقب ال11 هو ده اسمى معاني الفرحه اللي جماهير الاهلي بتتمناها. شكرا لكل لعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني بالاداره بكل الطاقم الاداري على ما بذلتموه في هذه البطوله. شكرا ان انتم مفرحين جمهوركم، شكرا ان انتم دايما بتوعدونا وبتوفوا. ومن اجمل اللقطات اللي انت ما تشوفهاش ابدا غير في النادي الاهلي هي لقطه محمد الشناوي ومصطفى شوبير. طبعا زي ما قلنا ان مصطفى شوبير خارج السكواد، ولكن جه محمد الشناوي خد الميداليه بتاعته وناداله قال له تعالى واداله الميداليه. تعرفك بمعنى الكلمه قيمه النادي الاهلي ايه، وقيمه لعيبته، وقيمه اللي يرتدي تيشيرت النادي الاهلي. وكمان حركه جدعنه وحركه شياكه قوي من محمد الشناوي، وبالفعل هو قائد الفريق وان هو يستحق هذا اللقب بكل جدارة. شكرا لكل لعيبه النادي الاهلي ورجالته، وشكرا على ان انتم فرحتوا كل جماهير النادي الاهلي وان انتم وفيتوا ووعدتوا. والبطوله ال11 ما اجملها بطوله، وسيناريو كان قاسي جدا على النادي الاهلي في هذه البطوله، والكل كان على قلق كبير جدا ومخاوف ان البطوله تهرب مننا رغم كل المحاولات اللي احنا بنعملها علشان خاطر ناتي بالبطوله. ولكن الحمد لله يكلل ربنا سبحانه وتعالى تعبنا بالتوفيق، وكل نقطه عرق نزلت من لعيبه النادي الاهلي ما راحتش هدر. والحمد لله اللقب في الجزيره و11 لقب بيفرح بيهم كل جماهير النادي الاهلي وكل عشاقه في كل ارجاء القاره السمراء. ده ابرز ما في احداث النهائي، احداث البطوله الافريقيه. كل الشكر وكل التقدير للنادي الاهلي على الفرحه اللي دايما ماليه قلوبنا بسبب ان احنا سويه، فالحمد لله على هذه نعمه. بكده اكون خلصت كل اللي عندي عن هذا الفاينل وعن اللقب ال11، اغلى لقب في تاريخ النادي الاهلي حتى الان. فطالما وصلت لنهايه الفيديو فلايك وسبسكرايب وفعل الجرس والتنبيهات، واجهز لحلقاتنا اللي جايه. وفي النهايه لا يسعني الا شكر حضراتكم، طابت اوقاتكم ودمتم في امان الله ورعايته.